هتبقى مفاجأة في الطبلية. ناس قليلة قوي اللي عاملة الحركة دي، ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح جديد، صباح معطر بذكر الله على كل الناس. النهاردة يا جماعة أول جزء في رفع الطبلية، أو الجزء الثالث من الطبلية اللي حليناها. تمام. معانا أحلى ناس هتشتغل النهاردة زي ما تعودنا وقلت لكم المرة اللي فاتت، المعلم وائل أبو زياد، والمعلم خالد الغبار، والمعلم علاء قبيله. أحلى 3 صنايعية يا جدعان، إيديهم تتلف في حرير. والنهارده هنوريكم وهم شغالين والطبلية كانت إيه زي ما أنتم شفتوها، وهتطلع النهارده إيه. تمام. بل إن فوق ده كله المكان اللي الطبلية هتطلع منه لا في كنات ولا في أي حاجة تبقى ماسكة الطبلية. هنشوف هم هيعملوا إيه والطبلية هتقف ازاي. وعلى العموم وعلى فكرة كمان، الطبلية دي طالعة 10 متر، طالعة 10 متر من جدار قصير هوريهولكوا برضو، وهتبقى واقفة طبلية الكل هيتحكى بيها ان شاء الله على الجمال وعلى الصنعة والفن في شغلها. تمام. تعالوا هنشوف المكان وهنبدأ. بس قبل ما هنبدأ وقبل ما هنشوف، زي ما تعودنا هنصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وهنبتدي الكلام بذكر الله. بسم الله. بص يا باشا، ده المكان اللي هتطلع منه الطبلية. ادي ده الجدار اللي هيبقى دائر الطبلية. ماشي. يا ابني فين يا ابني انت؟ هنتفرج ونشوف الدنيا ايه. بص المكان عامل ازاي. المكان ده هيبقى قصر في غية الحمام بفضل الله وبفضل الرجالة اللي احنا هنصور معاهم. صباح الفل يا عم وائل ابو زياد، احلى صباح، احلى معلمين في الدنيا. معلم علاء صباحك فل. معلم خالد احلى صباح عليكم، صباحكم ابيض. ادي الخشب كلها رجاله في الارض اهو. تمام. في المدهون وفي اللي ايه مش مدهون. الرجاله هتسمي الله وهنبدا، وان شاء الله هنوريكم احلى رفعه قصر، بمعنى كلمه قصر في غية الحمام. نسيبكم على ما نبدا ونشوف. بفضل الله اول وصله خلصت اهي. بص يا باشا، بفضل الله اهي. هاتي على المطرقه كده من تحت رجلك. الفن بقى يا جماعه هنا. الطبليه دي طالعه من غير كنات من قلب الاوضه. تمام. دق على المسمار السن. اتفرج وادعوا لنا بصلاح الحال. وعلى شرط ما حليناش العروق اللي كانت محطوطه على سقف الاوضه زي ما هي. الفن هنا فين بقى يا جدعان؟ ان الرجاله ضيقت المسافه بتاع الحزام والحزام. ليه بقى؟ عشان الطبليه طبعا تبقى تقيله لانها طالعه من غير كنات، خلاف ان الشغل الدقرات الدقر طويل اهو، بحس انه جايب العرق من نص العرق لحد الحزام اهو. برضه على ما نطلع فوق شويه تاني نوريكم الدنيا فوق. بفضل الله الوصله التانيه طالعه اهي. اخويا علاء متشعلق فوق اهو. هي الصعوبه كلها تحت يا جدعان، الصعوبه كلها في الجنزيره والدقرات ووقفه اول عرق. الصعوبه كلها تحت والفن كله بيبقى تحت. تمام. الطبليه دي كانت طالعه 10 قلبت بقت 13. يعني باسم اللي هو صاحب الطبليه قال لك عايزين نعلي. وائل ابو زياد قال له يا عم خليها 13 وهتبقى 13 ان شاء الله. يا معلم علاء
برضك احنا مع بعض عشان ما نطولش على الناس. بصوا يا رجاله، بدأنا نتشعلق فوق خالص اهو بقى، على كده في الوصلة التالتة فوق خالص اهو. تمام. اخويا خالد طلع فوق تحت منه اهو برضك فوق. بصوا يا رجاله بقى اللي كنت بتكلم فيه، بص الشكلات كلها مفيش ولا شكال بارز عن الطبلية. اتحداك لو لقيت شكال بارز عن الطبلية، كله يا باشا متساوي، شغل فن. الحزمة هي اللي بارز. ليه بقى؟ لان صاحب العمل قال لك سيب الحزام زي ما هو، بلاش تقطعه. خسارة ان حزام جديد او جميل زي ده يتقطع. تمام. الحزمة بس هي اللي بارزة. وبارزة ليه بقى؟ حب يعمل رف، هيحطوا على طول الحزام اللي بره ده. ما شاء الله. من تحت اهي برضو مفيش ولا شكل بارز، يعني شغل طالع كله بالميزان، ورقة وقلم زي ما بيقولوا، كله بالمسطرة يا معلم. يا معلم خالد، مس عليك يا باشا. مسيلي على اخويا علاء عشان واقف في الشعلة مش عارف يبصلنا. حبيبي يا سيدي الناس. امال ابو زياد فين؟ انا مش شايفه يا معلمه. الطاقية دي خطفاك يا معلم. احلى مس عليك يا ابو زيزو. مس على اخويا علي. حبيبي احلى مسا يا كبير. يا جماعه ما شاء الله بجد. بص شويه شغل فخامه من الاخر. الاكس مظبوطه. بص القفله بتاعها جايه على الحزام عدله يا باشا. شغل كله بما يرضي الله بامانه. كل شويه كده نسيبكم ونرجع لكم لحد ما نفنش، بس هي مش هتتفنش النهارده. حضرينا يا روق الوصله اهي. ما شاء الله. ربنا يبارك لصاحبها يا رب، ويبارك لكل واحد في حلاله. والنبي يا ابو زياد عايزين نقول شقه دراعنا. احلى ابو زياد حبيبي الله يبارك لك. بص يا باشا ما شاء الله كده الرجاله خلصت دق فوق اهي، شكلات وحزمه وعروق كده. بقى يبداوا يساووا العروق عشان ايه؟ يحطوا الجسور. تمام. بس قبل ما هيقطعوا فوق ويساووا فوق زي ما احنا شايفين بقى شغالين في السلم. زي ما قلت لكم يا جدعان السلم القديم اتلغى. وائل ابو زياد وعلاء قبيله بيصمموا سلم جديد اهو. اهو يا باشا يعملوا الفخدين بتاعه. خدت بالك؟ اهو اول قلب هيحطوه اهو. خدت بالك؟ نجيبها لكم بقى من الناحيه التانيه عشان نشوف الدنيا. اه يا باشا سلم احلى مسا على احلى ناس في الدنيا كلها. بس الشمس عشان ضربه في وشنا نلف لكم بقى الناحيه التانيه خالص اهو. المشايات اهي، دي مشايه ودي مشايه، والمشايه التالتة هتبقى نظام جديد هتشوفوه عشان ما نحرقش المفاجأة برضو. بص يا باشا بقى انا عايزك تتفرج. مفيش خشبة بارزة زي ما قلت لكم في الشكلات كلها. هات لي شكل بارز بره الطبلية، كله سوى واحد، كل بقعة ببقجتها. عند بقجة اهو اهو ما شاء الله.
طبعا الطبلية طالعة من تحت كلها بسوى واحد. طب يلا انا مروقك تحت بالله. ايوه انا عامل حسابك ان انا هنزل. ولما اول قلبة سلم تخلص اوريها لكم برضك عشان تشوفوا السلم بالفن في السلم. سيبك بقى من السلم اللي كان فيه. طبعا دي هتتفرش عشان هيبقى في تحت سلكة. الكور بتاعها بقى اهي كلها هتتفرش، يبقى تحتها سلكة وفوقها هتتعمل سلكة في الجوبية الواسعة، في الحتة الواسعة، البؤجة الواسعة. تمام. وفوق اهو يفرشوا الجوبية. كور الجوبية بتتحط اهي، بس هتبقى جوبية بقاعدة بنظام جديد كده. بعض الناس عاملينه، في ناس كتير ما تش واخدة بالها منه. تبقى فكرة جديدة هنا بالنسبة لمحل حسن. بس هي مش تخلص النهارده، يعني الفينش مش النهارده، الفينش هيبقى بكره يا جماعه. مسامرك يا بس. الناس شغاله في السلم اهو رجاله في الدرجه الخامسه. يا حلو يا ابو حبيبي. حبيبي عليه الصلاه والسلام. حبيبي. السلم ده رجاله بقى هات يا معلم اهو. نطط عليه براحتك زي ما انت عايز ولا يشغل. تسلم ايدك يا معلم علاء. وعليك يا زياد. خليه وصل للسلك. ما شاء الله. بص يا باشا قلبة السلم. بص انا نازل بجري بالله العظيم. قلبة السلم انا نازل بجري عليها بقلب من حديد. شغل اخويا علاء قبيله. اسمع، الله يبارك لك يا عم علاء. حبيبي يا عم. بما يرضي الله فنان راجل معلمه بجد يا جدعان. قلبة سلم ما شاء الله. بص يا باشا انا نازل بظهري كمان اهو اهو. الله نار ابو زيزو. هو ده يا باشا السلم. لما قلت لكم لو قلب السلم اللي صورناه في الفيديو اللي فات، اتفرج يا باشا. حاجه فخمه بجد ما شاء الله. اطلع لاخويا خالد الغضبان فوق. يا عم خالد حبيبي، احلى مسا عليك يا معلم. يا باشا بيقفل الجوبيه اهو، فرشه الجوبيه. بص يا باشا برضك مش هنحرق المفاجاه. احنا هنعمل ايه هنا اهو. ابو زياد تحت بقى يا باشا. قلبة السلم التحتانيه شغالين فيها اهو. برضك احنا معاكم لحد ما نشوف الدنيا هتدور ازاي. زي ما انتوا شفتوا يا جماعه كده خلاص الفيديو بتاعنا النهارده خلص. تعتبر الطبليه واقفه كلها. قلب السلم خلصت زي ما انتوا شفتوا السلم. تمام. استنوني الجزء بقى اللي بعده في التشطيب ان شاء الله. بفضل الله حاجه فخمه وصنايعيه من التمام التمام. وبما يرضي الله مقابله الناس اللي احنا عندهم، الناس كلهم تمام. بس كان باسم ابو علي او المعلم وائل ابو علي، الناس كلها تمام بصراحه، وناس اهل كرم بجد. بكره ان شاء الله فرشه الجوبي هتطبق. وبرضك مش هنحرق المفاجاه. دي مش الكور اللي خالد واقف عليها، دي مش الكور. تمام. دي هتبقى مفاجاه في التشطيب هنشوفها مع بعض كلنا. لسه العروق طالعه فوق اهي. فرشه الداير اللي هتبقى فوق. تمام. اللي هو الصندوق الفوقاني بقى. دي هتبقى مفاجاه في الطبليه. ناس قليله قوي اللي عامله الحركه دي ما شاء الله. الطبليه كلها انتوا شفتوا المكان كان عامل ازاي الاول ودلوقتي بقى عامل ازاي. بقى الطبليه ما شاء الله رفع 13
متر، حاجة فخمة. بكرة الخشب ده هيتساوى بقى على الناحيتين. ما شاء الله. ودلوقتي المكان بقى عامل ازاي بعد ما كان عبارة عن أوضة ملهاش أي عزا خالص، بقت قصر حمامة. ولما نشوف أخويا باسم هيدهنها ولا هيسيبها على كده بكرة التشطيب إن شاء الله، وهنشوف الدنيا. انتظروني في الفيديو اللي جاي، وهيبقى الأخير بمشيئة الرحمن. هتبقى غرز، ما هو انت هتقف وتغرز. ربنا يبارك له ويبارك لنا ويبارك للصنايعية اللي شغالة يا رب. يا عم ولسه ده كل اللي عندك ده انا عارف لسه. ما شاء الله يا جماعة بجد. تحياتي لكل الناس، أسيبكم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.